بيبدأ فيلمنا مع رن الراجل العجوز اللي من كتر شرب الكحول ما بقاش يفتكر أي حاجة، وبيفضل يردد جملة علشان يروح يسمعها للدكتور ويأكد له إنه ما بينساش. وبيخرج من البيت وساعتها بتنادي عليه جين جارته، فما بيكونش مركز خالص وبيدخل البيت على طول وبيفتكر إنه نسي ورق الكشف بتاعه. وهو خارج بيلاقي جين في ورشة وبتاخد بالها إنه شرب تاني، وبتقرر إنها تروح معاه علشان تاخد بالها منه، بس ما بيوافقش وبيطلب منها تبقى توطي صوتها وهي بتغني كل يوم. وهو في طريقه بيلاقي واحد يعرفه هو وحفيدته بينقلوا أزايز مية، فبيخفف عن البنت وبينقلهم بدلها. ده غير إنه كمان بيساعد حد تاني وبنقول له الأنبوبة مكانه وبيمشي بعدها على طول. وفي نفس الوقت بنشوف فان الشاب اللي مسافر يشتغل في بلد تانية، بس أهله مش راضيين وعاوزينه يفضل معاهم، وبترن عليه خالته بتكون متضايقة منه إنه مشي، وأول ما بتبدأ تتخانق معاه بيقفل في وشها. أما ران بيختبره الدكتور علشان يشوف ذاكرته وبيجاوبه على كل حاجة، بس ده لأنه كان حافظ الكلام قبل ما يروح له، وأول ما بيلخبطه ما بيعرفش يجاوب وبينسى حتى الأسئلة اللي الدكتور لسه سألها له. وبنفهم إن حالته بقت صعبة خالص، وبنشوف فان وهو راكب عجلته بعد ما وصل وبيخبط في واحد، فبيتعصب عليه وساعتها بياخد من إعلان الشغل اللي طالبين فيه عمال، وبيروح مكان الشغل وهناك بيقابل شخص عاطل اسمه جيا وبيطلب منه يشغله عنده. وكل الإشارات بتقوله لحتى البغبغان حذره، لكن من حظه الفقر جيا وافق وشغله كتجربة في الأول وخلاه يغسله العربية. واللي بنعرفه إنه بيعمل إعلانات توظيف كلها نصب علشان يشغل بيها عنده شباب ببلاش. وبعد ما بيخلص فان بينبهر جيا من سرعته وإنه كمان نظف العربية بجد مش أي كلام. بالليل بيتأكد من هويته وبيستغرب إنه من كتر الشقة بان عليه سن أكبر، وبيتفقوا على النظام وبيكون ليه شهر تجربة مجاني، بس بمقابل كده هيكون ليه سكن وأكل ببلاش. فبيوافق وبياخده يوريه المكان اللي هيقعد فيه. وهم في طريقهم بيحكي له عن رن وجين لأنه هيقعد معاهم، ولما بيوصلوا عند البيت بيلاقوا سو البنت اللي مأجرة من رن، وهو بيطردها وبيتهمها إنها سرقت اللمبة. وطبعا كل ده بسبب كتر الشرب، وعلشان هي فاهماه بتطلع لهم المفتاح اللي مخبياه مكان الزرع. ووقتها بيجهز رن السيف بتاعه، وأول ما بيدخلوا بيرفعوا عليهم وبيخافوا منه وكل واحد بيستخبى في مكان ما عدا فان اللي بيلاقيه نازل عليه بالسيف بس بيصده بالأباجورة. وساعتها بيتخيل رن نفسه في حلبة المصارعة لكن بيكون في حالة صدمة وبيجي في دماغه أصوات كتير، وفجأة بيضرب فان بالقلم فبيتعصب عليه وبيحاول جاي يهديه. وقبل ما يمشي بيوقفه رن وبيناديه بابنه، بس من عصبيته بيزقه فبيقع على الأرض وبياخدوه المستشفى على طول. وهناك الدكتور بيعرفهم إنه عنده كدمة، والمشكلة الأكبر إنه مرض الزهايمر بيتطور عنده، علشان كده محتاج شوية صبر منهم ومثلوا عليه. فبيبص جاي على فان على طول لكنه بيمشي وما بيكونش حابب يعمل كده، وبيتحايل عليه جيا بس مفيش حاجة بتخليه يوافق غير إنه بيقرر يزود له مرتبه. وأول ما بيرجعوا البيت بيحكي له جيا عن ابنه إنه كان بطل العالم في رفع الأثقال بس سافر اليونان من زمان وما رجعش. وبيعرفوا على سو وجين إنهم ساكنين من زمان هناك، ووقتها بيلاحظوا إنه كان بياخد دواء إسهال وبيمثل عليهم بيه إنه بيشرب علشان ما يبينش إنه عنده زهايمر. وفجأة بيلاقوه دخل عليهم وما بيكونش فاكر هو مين فبيمثل عليه. فبيمثل جيا إنه صاحب فان، وكمان سو بتفهمه إنها مراته وإن جين تبقى مامتها. وسو بتاخد فان لأوضة ابنه، وأول ما بيدخل بيقفل في وشها وبيقف يبص على حاجة ابنه، وبيطلع برطمان فيه رماد جدته وبيفتكر لما ماتت وهم رايحين يدفنوها، وبيحط البرطمان تحت السرير لحد ما يشتري لها قبر. وتاني يوم بيصحى من النوم ما بيلاقيش البرطمان وبيشوف رن وهو حاطط برطمان جنبه وبيجري عليه الحقه قبل ما يحط ميه في الكوبايه. وبعد ما بيعمل لهم جو اكشن بيكتشف ان سو ماسكاه في ايدها فبياخدوا منها وبيحذرهم حد يفكر يلمسه تاني. وهو داخل الاوضه بيتصدم من شكله اول ما بيلاحظ حد قصله شنبه، وبيتعصب على رن لما بيعرف ان هو اللي عمل كده. ومش بس كده، لا ده كمان رماله كل هدومه بحجه انها قديمه، وطبعا نسي يخرج جواز سفره من جيب البنطلون. فبيجري فان بسرعه ورا عربيه الزباله، ولما بيطلع فوقها بيتفاجئ بصندوق الزباله وهو بيفض عليه، وبيرجع البيت متبهدل وبيتخانق مع رن على جواز سفره. فبيديله بتاع ابنه وده بيعصب فان جدا لحد ما بيديله حساب بنكي فيه فلوس، وطبعا ما بيبقاش مصدق انه اخيرا هيشتري قبر لجدته. وبياخدوا البنك يسحبوا الفلوس، وهناك بتشك الموظفه انه ما يقربلوش. وأول ما بتسأل رن عن صلة القرابة بيهنج وبينكر إنه يعرفه. وساعتها بيحاول فان إنه يهرب بس الشرطة بتمنعه وبينزلوا ضرب في بعض لحد ما بيبدأ رن بيستوعب وبيدافع عنه وبيعرفهم إنه ابنه. وبعدها بيروح فان لجي وبيتريق على اللي حصل له لكن بيهديه وبيطلب منه يطلع جواز سفر جديد. ولما بيكلمه عن الفلوس اللي راح يسحبها بيتعصب جدا وبيخاف جي منه، وبيفهمه إنه يساعد رن علشان يردله شوية من جمايله عليه. وفي نفس الوقت عند رن بتديله سوء العلاج وبيطبخ
بيروح لفان، وأول ما بيدخل عليهم بتروح سو تقف معاه شوية، ووقتها الميكروويف بيفرقع ورا رن، وبيستغرب فان لما بيلاحظ إن كل اللي فارقله إنه يشوفه كويس. وتاني يوم من الصبح بدري بيصحيه علشان يتمرن وبيجرجره من على السرير، هو بيلعب غصب عنه، ولما بيغلط بينزل رن ضرب فيه بالعصاية لحد ما بيمثل إنه تعبان وبيهرب بسرعة عن جيا، وهنا بيساعده في تنظيف العربيات. ووقتها بيلاقي رن داخل عليه وبيضربه فبيتخانق معاه، وبيركب عربية واحد من الموجودين وبيركب رن وراه، وما بيهداش فان إلا لما بيعرفوا إنه هيروح معاه البنك. بيسحبوا الفلوس ومن فرحته بياخدوا لفة بسرعة بالعربية، وبينزل يعمل حاجة، وقتها بيتصدم برن والعربية بتمشي بيه، وبيطلع يجري وراه وبيحاول يوقفها، بس كل اللي بيكون شاغل بال رن إن تليفونه بيرن وعاوزه يرد عليه، وبيتمرمط فان وراه لحد ما بيلاقيه داخل بالعربية في مبنى وبتتدغدغ فوق دماغه، لكنه بيطمن إنه كويس. وأول ما بيلاقيه بيديله التليفون بيتحرق دمه، وبيتعصب عليه وبيفهمه إنه مش ابنه أصلا، فبيزعل رن من اللي حصل بسببه، وبيفهمه إنه غالي عنده قوي، وبيفضل يتأسف له على اللي حصل، وبيهديه فان وبيطلعه من العربية وبيروحوا لجيا، وهناك بيتخانق معاه وبيتهمه إنه كان سارق عربية، وبيبقى عاوز يضربه وبيحاول رن يبعده عنه، لكن فان بيجيب آخره وبيتخانق معاهم هما الاتنين، وبيقرر يوقف التمثيل وبيمشي، وبيبقى رن هيروح وراه بس جيا بيمنعه، وبيفكروا بحاجات عملها معاه قبل كده علشان ترجع له ذكرياته. وآخر ما بيزعل بيقول له الحقيقة إنه عنده زهايمر وإنه مش ابنه، فبيتخانق معاه وبيطلب منه يبطل كدب بقى، وبيروح فان يلم حاجته وبيمشي، بس بيبقى مش عارف يروح فين. وفي نفس الوقت ده بيكون رن قاعد بيفتكر كل اللي حصل، وبيفتكر فجأة كلام الدكتور بتاعه، وبيكون التلفزيون شغال وفي مسابقة، فبيتخيل رن إن دي مسابقة ابنه، وبيفتكر اللي حصل وقتها لما ابنه خسر، وبيتخيل إنه وقع من دور عالي بس هو بيبقى كويس ومفيش حاجة. في نفس الوقت ده بيكون فان مش عارف يروح فين، وبيحاول يدور على شغل، وبيروح أماكن عشوائية كده، وبيكون في ناس كتيرة مش لاقية شغل لحد ما بتيجي عربية عشان تاخد شوية عمال يشتغلوا وبيروح معاهم. أما عند ران بيفتكر إن ده ميعاد تمرين فان، فبيروح عشان يشوفه بس مش بيلاقيه، وبيلاقي عنوان محطة مكتوب في ورقة، وبيروح يقعد هناك على أمل إن فان يرجع، وبيكون جيا وسو وجين بيدوروا عليه لحد ما بيلاقوه عند المحطة، وبيحاول جيا يقنعه إن المحطة دي مقفولة من زمان، بس هو بيفضل مصمم إن فان موجود ومش بيرضى يمشي. وفي نفس الوقت ده بيتخانق فان مع صاحب الشغل عشان مش معاه فلوس وبيبقى مش عارف يروح فين، بس سو بتبعت له فيديو لرن وهو مش راضي يمشي ومستنيه، فبيقرر فان أخيرا إنه يرجع لهم. وأول لما بيشوفوا رن بيجري عليه وبيكون مبسوط جدا، وبيقعدوا ياكلوا كلهم. فسو بتسأل فان ليه جه البلد، فبتعرف إنه عاوز يدفن جدته الميتة وحاطط العظم بتاعها في علبة وبتتصدم. وبعدين بتشوف رن بيهتم بفان وبيمرنه كل يوم وبيهتم بيه عشان يبقى أحسن. وبيكون فان خارج من الكلية فبترن عليه سو وبتقول له إنه في حريق وبيجي بسرعة، بس بيكونوا عاملين ليه مفاجأة علشان عيد ميلاده، وبيحتفلوا كلهم سوا وبيكون فان مبسوط جدا. وبيطلب جيا من ران إنه يغني بس بيقف يقول كلام لفان وإنه مبسوط عشان هو معاه ومش وحيد زي السنة اللي فاتت. بعدين بيطلع ران وجين يتمشى شوية، وبيطلب ران من فان إنه يطلع معاهم ثانية فبيديه هدية عيد ميلاده. بعدين بيدخل فان وبيكون جيا مبسوط منه عشان بيمثل كويس قوي، بس فجأة بتيجي مكالمة لسو وبتطلع بره، وبيكون أهل سو بيكلموها عشان عاوزين فلوس وهي بتقعد تعيط، فبيطلع فان وجيا عشان يواسوها. وتاني يوم بيكون رن بيجري مع فان بس بيلاقي واحدة بتصوت عشان حفيدتها بتغرق، فبيجري فان بسرعة عشان ينقذها، بس رن بيخاف عليه وبينط وراه، بس عشان رن مش بيعرف يعوم فبيكون هيغرق، وبيودوه للمستشفى بسرعة وبيلحقوه. جين بتقعد تعيط عشان هو السبب إن ده يحصل. وبعد شوية بيفوق رن وبينادي على فان عشان يطمن عليه، بس فجأة بيبصلهم كلهم وبيكون نسي هو مين، فبيحاول فان يفكره إنه ابنه، بس رن بيكون مش فاكر أي حاجة، فبياخدوه البيت عشان يهدى شوية. وبيروح له فان عشان يخليه يحاول يفتكره، فبيفتكره وبياخده عشان ياكله، بس ران بياخد مفرش السفرة وبيكون هياكله علشان جعان قوي، بس هو بتحاول تفكره انه لسه واكل، بس هو بيقول لها انه جعان قوي، فجين بتروح علشان تجيب له اكل، بس قبل ما بياخده بيقع الطبق منها لما بتشوف ان رن عمل حمام على نفسه، وساعتها بيعرف انه حالته بقت اصعب، فبيدخل الحمام عشان يستحمى، بس بيقعد يعيط. وبالليل بيكون خد منوم وبيناموا بيتجمعوا كلهم في الجنينة، وبيتفقوا انهم كل واحد فيهم يقعد معاه شوية، فبيعرفهم جاي انه سأل عن مرض الزهايمر ده وانه بيكون ناسي فيه كل حاجة، كمان بينسى الحاجات الوحشة، وان دي حاجة حلوة جدا، بس سو مش بتقتنع بكلامه. فبتعرف جين ان مرضه ده سبب في انهم بيبقوا كلهم عيلة، اما
أما عند رن بنلاقي إن صحي من النوم وبيروح يدور في الأدوية بتاعته لحد لما بيلاقي اسم المدرب بتاعه، وتاني يوم بيصحى فان ومش بيلاقي رن، فبيجري بسرعة لجين عشان يبقى مش عارف يعمل إيه. في نفس الوقت ده بيروح رن دار المسنين عشان يزور المدرب بتاعه، وبيكون المدرب بتاعه مبسوط إنه شافه جدا وبيفتكروا كل ذكرياتهم وبيقعدوا يعيطوا، بس المدرب بيعرفه إنه لسه جسمه قوي ويقدر يكمل، بس رن بيقول له إن عقله هو اللي باظ. بعدين بيدخل المدرب وبيكون فان وجين وصلوا وبيحاولوا ياخدوه معاهم، بس هو مش بيكون فاكرهم وبيعرفهم إنه هيقعد مع المدرب، فبيجي جيا وسو عشان ياخدوه هما كمان، بس ران بيتعصب وبيزعق لفان عشان خد فلوسه، فكلهم بيزعقوا له، بس فان بيعرفهم إن ران هو اللي اداله الفلوس دي وبيفكرهم بكل حاجة كانوا بيعملوها وإنهم هما اللي كانوا بيعملوا كده. فبيقعد ران يعيط وبيدخل عند المدرب بتاعه، وبالليل بيكون فان قاعد يفتكر ذكرياته مع ران، وجيا بيقرر يقفل المحل. أما عند ران بيكون قاعد يتفرج على صوره معاهم، بس فجأة بيلاقي ناس كتيرة متجمعة والإسعاف جت، وساعتها بيعرف إن المدرب بتاعه انتحر، فبيقعد يعيط عشان في النهاية المدرب مات بالطريقة دي، ومن كتر زعله بيغمى عليه وبينقلوه المستشفى، وبترن جين على فان علشان يجي، واللي بيكون بيشتغل في مطعم، وبيروحوا كلهم لرن اللي بيكون قاعد يزعق عشان يمشي، والدكتور بيجيب له حقنة منوم عشان يهدى، بس هو بيبقى عاوز يروح البيت، فبيفكوا فان وبياخدوه البيت عشان حالته تتحسن شوية، وبيقعدوا كلهم يظبطوا في شكل البيت عشان نفسيته، وبيكلم فان الدكتور وبيعرفوا الدكتور إن حالة رن النفسية هي هتكون سبب علاجه، فبيروح فان لرن عشان يقعد معاه، بس طبق الأكل بيقع منه، بس هو بيجيب له بيلاقي ملف وبيقعد يزعق عشان يبعدوه، فبيمثلوا إنهم رموه، بيروحوا كلهم عشان يشوفوا الملف ده فيه إيه، وبيلاقوا إنه فيه صور ليه هو المدرب، عشان كده بيفهموا هو زعل ليه، فبيعرفهم جاي إن قبل 10 سنين ابن رن الحقيقي مات عشان كان بيحاول ينقذ بنته ومات هو، فبتسألهم سو هو يعرف ولا لأ، فبيعرفهم فان إن محدش فيهم يقدر يسأله، وبتيجي فكرة حلوة في دماغه، فبيروحوا الملعب مهجور وبيقرروا ينظفوه وبيجيبوا فيه الناس الكبار وبيعملوا إعلان للمسنين عشان يروحوا وبيوزعوا كلهم الإعلان ده، وفعلا الموضوع بينجح وبيجهزوا المكان وكل حاجة، وبيجي وقت المسابقة وبيكون رن نايم، بس لما بيبدأ يسمع الصوت بيفوق وبيحاولوا يمثلوا بالظبط كل حاجة حصلت في نفس يوم البطولة، وبيدخل فان يلعب وبيمثل إن هو ده اللي كسب، فبتقول له جين إن ده ابنهم وهي بتمثل إنها مراته، وفعلا بيفتكر وبيبقى مبسوط جدا إن ابنهم كسب، وبيدخل فان مرة كمان يشيل الأوزان عشان يبين لران إنه قوي، بس فجأة الأوزان مش حقيقية بتتكسر وبيبقوا مش عارفين يعملوا إيه، ومفيش حل غير إنه يشيل الأوزان الحقيقية، وبيفتكر رن ذكرياته من اللي حصلت، وبيلاقي ظباط بيقول لهم امسكوني، وبنرجع لوقت المسابقة بنلاقي إن رن اتخانق مع ابنه عشان كده الظباط مسكوه وطلعوه بره، وبيفضل رن واقف بره وبيطلب من ابنه يكسب الميدالية، وبيطلب منه يعمل كل الحركات اللي علمها له، بس ابنه بيجي في الآخر وبيخسر، وبيروح رن لابنه وبيضربه بالقلم، بس ابنه بيعيط وبيقول له إن كل همه البطولة وعمره ما فكر فيه هو، وإن دي كانت المحاولة الأخيرة إنه يكسب، وبتقعد مرات رن تعيط عشان دايما كان قاسي على ابنه، وبعد شهرين بتموت وبيكسر رن كل حاجة ليها علاقة بالمسابقة، وبنرجع لوقتنا ده تاني، وبيعيط رن وبيروح لفان وبيطلب منه يعمل اللي عليه وبس وإنه واثق فيه، وبيكون رن شايف فان بنفس شكل ابنه الحقيقي، وبيبدأ فان يجهز نفسه وبيعمل كل الحركات اللي رن علمها له، وفعلا بيعملها صح وبيفوز وبيدوه الميدالية اللي كان عاوزها، وبيبقى رن مبسوط قوي. وبعد فترة بيكون فان شغال مع جيا وبيكون بيصلح عربية، بس فجأة بترن عليه جين وبتعرفه إن رن مات بسكتة قلبية، وبيروحوا كلهم بسرعة وبتعرفهم جين إنه ساب ليهم فيديو ولازم يتفرجوا عليه، بيكون رن مصور فيديو لنفسه قبل ما يموت وبيعرفهم فيه إن مرض الزهايمر كان زي وحش قاعد في دماغه، وبيكون مصور جيا وهو بيهزر معاه، وبيقول في الفيديو إن جيا أهبل بس طيب جدا معاه وإنه استحمله كتير قوي وإنه اعتبره عيلته، وبنيجي عند سو وبيكون متصور معاها في فيديو وبيطلب منها تزور أهلها، فبتوعده إنها تروح لهم في نص السنة، وبتكلم عنها شوية إنها طيبة قوي وجت تشتغل هنا لوحدها وإنها كانت بتجيب له الأدوية بتاعته كل يوم، وبعدين بيتكلم عن جين وإنها كانت طيبة معاه قوي، وبعدين بيصور فان وبيكون عارف إنه مش ابنه الحقيقي، وبيعرفهم إنه كان عارف إن فان مجرد واحد جاي يأجر عنده بس عمل دور إنه ابنه عشانه، وإنه هو طيب جدا وكان لازم ران يعلمه حرفة كويسة عشان يعرف يشتغل وما يموتش من الجوع، وبيشكرهم على كل اللي عملوه وبيتأسف لهم إنه طردهم من بيته، وبيفهمهم إنه عمل كده علشان راجل كبير في السن وإنه بينسى كل حاجة وهم لسه في شبابهم وفاكرين، فهم يتعبوا من التعامل معاه زي ما كان هو بيتعب من التعامل مع الكبار وهو صغير،
وبيكون رن بيعيط وهو بيفتكر اللي كانوا بيعملوه معاه، وبيكون عاوز يقول كلام تاني بس بينساه برضه، وبيقعدوا كلهم يعيطوا عشانه لأنه كان طيب قوي وعاشوا معاه ذكريات حلوة. وأخيرا بيودعهم رن في آخر الفيديو، وتاني يوم بيروحوا عشان يدفنوه وبيحطوا صورته وقت المسابقة وبيقعدوا كلهم يعيطوا. وبعد فترة بيكون فان راكب العجلة وبيجي شارع معين وبيقف وبيفتكر أول مرة شاف فيها رن، بس فان وقتها بيمشي ويسيبه، بس رن بيكون وقتها متخيله ابنه وبيقعد يعيط عشان بيتخيل شكله وإنه بيناديه. ولحد هنا بينتهي فيلمنا.